ازيكم يا حبايبي متابعين القناه، اخباركم ايه؟ ورجعنا لكم بوصفه جديده، وصفه جميله. بما ان بقى الجو حر نبدا نعمل حاجات متلجه كده وحاجات ساقعه كويسه. ايس كريم بديل الايس كريم، تحليه جميله وبسيطه بمكونات سهله وبسيطه خالص. تقدري تعمليها في اقل من ربع ساعه. عايزين تشوفوا ازاي؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر وتعرفوا المكونات وتعرفوا الطريقه. ويا ريت لو اول مره تشوف قناتي تشترك وتفعل الجرس عشان توصلك كل الوصفات اللي انا بنزلها. ويلا بينا يا حبايبي، تابعوا معايا الفيديو للاخر. ونيجي يا حبايبي للمكونات والطريقه. الحاجه الحلوه اللي احنا هنعملها هي هتبقى شبيهه بالايس كريم شويه في الجو الحر اللي احنا فيه، عباره عن طبقات. فانا عامله مكونات كل طبقه لوحدها. دي اول طبقه عباره عن كوبايتين لبن، 3 معالق سكر، معلقتين كاكاو، معلقتين نشا، وقطعه شوكولاته، وباكو فانيليا. دي اول طبقه. الطبقه الثانيه برضو مكوناتها لوحدها عشان ما فيش حد يتلخبط. كوبايتين لبن، وبرده 3 معالق سكر، معلقتين كريم شانتيه، معلقتين لبن بودره، ومعلقتين نشا، وباكو فانيليا. والطبقه الثالثه جيلي فراوله. ده هنعمله بنفس الطريقه اللي موجوده على الباكت بتاعته. ونيجي نشوف الطريقه ونسمي بسم الله. نيجي لمكونات اول طبقه. نيجي على النار في طاسه او في حله، نبدا ننزل بكوبايتين اللبن، لبن حليب كامل الدسم، كوبايتين اللبن، وننزل عليهم بمكونات اول طبقه، النشا والكاكاو والسكر، ونحط الباكو الفانيليا، ونقلب المكونات كلها مع بعض بالشكل ده كده علشان يختلطوا والسكر يدوب. هنحط الباكو الفانيليا ونقلب كويس مع بعض لحد ما يبداوا يختلطوا. بداوا يختلطوا مع بعض. السكر داب خلاص، بس لسه القوام ما تقلش. بدأ القوام يتقل معايا اهوت. هننزل بقى بالقطعة الشوكولاتة عشان تدوب في الخليط بتاعنا من اثر الحرارة بتاعت الشوكولاتة واللبن. هتبدأ تدوب، هتديها اللون بقى الجميل. المكونات سهلة وبسيطة جدا، وطريقه ممتازه وبسيطه، ما فيهاش وقت ولا فيهاش مجهود ولا اي حاجه. تقدري تعملي حاجه حلوه لاولادك جميله اهيت. هتبقى بديل الايس كريم، او تقدميها لضيوفك جميله جدا. لو جالك ضيوف على فجأة كده ومش عامله حسابك، دي تقدري تحضريها في وقت بسيط جدا كده. خلاص الطبقه دي جاهزه. خلاص كده دي جاهزه، نطفي عليها ونصبها في البولات بتاعتنا. نبدا نصب طبقه الشوكولاته في ارضيه البولات كده بالشكل ده كده. كده انا صبيت اول طبقه الشوكولاته. نبدأ بقى نعمل الطبقة التانية. ادي المكونات بتاعتها. برضو نيجي على النار
بقى نعمل الطبقة التانية. برضو نيجي على النار ونحط كوبايتين اللبن ونحط عليهم مكونات الطبقة التانية اللي هو الكريم شانتيه واللبن البودرة والنشا والسكر والفانيليا. ننزل عليهم كده كلهم والفانيليا، ونبدأ نقلب برضو كل المكونات مع بعض عشان السكر يدوب والمكونات كلها تختلط. ونقلب كويس لحد ما يبدأ القوام بتاعها يتقل معانا. بدأ يتقل معانا اهوت. انا عندي قطعة شوكولاتة بيضة هحطها برضو فيها، دي اختيارية، لو موجودة عندك تمام، لو مش موجودة مفيش مشكلة. هتبدأ هي برضو تسيح مع المكونات بتاع الطبقة بتاعتنا زي الشوكولاتة البني بالظبط، هي نفس النوع بس لونها ابيض. فلو متوفرة عندك تمام، لو مش متوفرة خلاص مفيش مشكلة منها خالص. اعملي بقية الوصفة بكل المكونات بتاعتها ما عدا الشوكولاته البيضاء لو مش متوفره. هيبدا بقى القوام بتاعي يتقل وتبدا الشوكولاته تدوب معانا خالص. خلاص كده القوام بتاعها تقل. هنبدأ نصبها فوق الطبقة التانية. الطبقة التانية خلاص تماسكت اهيت. هنبدأ نصب فوقها الطبقة التانية دي ونسيبها برضو تبرد شوية وتتماسك مع بعضها قبل ما نعمل الطبقة الأخيرة بتاعت الجيلي. كده خلاص نطفي بقى عليها النار ونصبها فوق الطبقة التانية هي كمان. نبدأ نصب الطبقة التانية. كده خلصنا الطبقة التانية. يبقى كده طبقتين اهمت. نعمل بقى الطبقة التالتة. نيجي بقى للطبقة التالتة. الطبقة التالتة عبارة عن الباكو الجيلي بنفس الطريقة اللي مكتوبة على الباكت. كوباية مية مغلية وكوباية مية باردة. كوباية المية المغلية هنبدأ نحطها هنا كده، لازم مية مغلية، ونحط فيها الباكت بتاع الجيلي. ونحط الباكت بتاع الجيلي. ممكن تستخدمي بقى جيلي اي نوع، ده براحتك انت. ونقلب كويس لحد ما يدوب. طبعا الجيلي عبارة عن جيلاتين هيدوب في المية السخنة على طول. اول ما يدوب نقوم حاطين كوباية المية الباردة
الطريقة كلها سهلة وبسيطة، المكونات كلها جميلة وبسيطة برضو. نحط كوباية المية، دي مية عادية من الحنفية، ونقلب كويس. لحد ما تدوب خالص، وبعد كده نقوم مصبينها فوق الطبقة التانية. نبدأ نصبها هنا. الطبقة خلاص بردت، الطبقة التانية نبدأ بقى نحط الجيلي عليها، نوزع الجيلي عليها بالراحة كده. وادي يا حبايبي الشكل النهائي للحاجات الحلوة اللي احنا عملناها بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، يا ريت الوصفة تعجبه لايك واشترك في القناة ويفعل الجرس عشان توصلوا كل الوصفات اللي انا بنزلها. نجلاء حجازي.